اهلا بيكم. انا ميس غادة شكري، ماث تيتشر، خبره اكتر من 15 سنه في تدريس الماث لطلبه الدبلومه الامريكيه، وان شاء الله هعمل لكم سلسله فيديوهات للتعريف بالدبلومه ومساعده ولي الامر في توضيح الطريق من اول التفكير في التحويل اصلا لغايه التحويل والتوثيق بامر الله. من الاسئله اللي بتتكرر كتير: يا ميس انا عايز احول ابني للدبلومه الامريكيه، يا ترى هيقدر يمشي فيها ولا لازم يكون في امريكان دبلومه من زمان؟ طبعا خلينا متفقين ان الدبلومه الامريكيه من اسهل نظم التعليم اللي موجوده في مصر، اسهل من الاي جي ومن الاي بي ومن النشر. فالطالب لما بيحول لدبلومه امريكيه بيجي من النظام الصعب للنظام السهل، فطبعا هيمشي فيه باذن الله. وانسب وقت للتحويل هو جريد 10 بعد يير 9 في الاي جي او بعد الاعداديه من النشر. من الاسئله برضو اللي بتجيلي: يا ميس انا لو ابني ضعيف اكاديميا او قوي اكاديميا ينفع يدخل امريكان دبلومه؟ خليني اقول لك، لو ابنك ضعيف اكاديميا وجاي من يير 9 او جاي من ناشونال، فبالنسبه له جاي من نظام قوي للنظام اسهل. كل الحكايه مواد المدرسه اللي هي بسيطه جدا ودي سهل يجيب فيها سكور عالي، والديجيتال سات او الاي اس تي اللي هي مجرد ماث وانجلش. فطبعا لو قارنا الكلام ده بالمواد اللي هو هياخدها في نفس المرحله دي سواء اي جي او ناشونال، اسهل بكتير جدا ولا وجه للمقارنه. بالاضافه ان المواد نفسها ما بيبقاش فيها معلومات اكتر من اللي اخدها فعلا في الاعداديه او في يير 9، يعني مش بناخد دروس اعمق من كده ولا اقوى من كده، فبالنسبه له الدنيا هتبقى سهله جدا باذن الله. اما بقى لو طالب اصلا قوي، فانا شايفه ان دي فرصه عظيمه انه يستغل قدراته وطاقته وذكائه في المادتين دول بس، ومواد المدرسه اللي هي اوريدي سهله اصلا هيجيب سكور عالي جدا من اول محاوله. السيستم ده حقيقي مناسب للطالب الضعيف ومناسب للطالب القوي. وحاجه كمان عايزه اقولها، ان السيستم الدبلومه الامريكيه بيتيح للطالب انه يمارس هواياته، رياضاته، يخرج مع اصحابه، يزور اهله، وبرضه يدرس.